يشبهه وإياك أن. وصدق رحمه الله تعالى، ذكر أمرين. الأمر الأول أن يكون الراد على البدع جامعا بين أمرين. الأمر الأول العلم لما قال على بصيرة، والأمر الثاني الإخلاص والنية، لذا قال ونية رحمه الله تعالى. فلا بد أن يجمع بين الأمرين، بين العلم وليس أي علم، بل لا بد من علم محقق، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى فيما ذكر البيهقي في المدخل، قال من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم. من أراد أن يرد على البدع فهو يريد أن يجلي الشبهات. والشبهة لماذا سميت شبهة؟ لاشتباهها، تتشابه في الظاهر، فيحتاج إلى فرقان، إلى بينة وبرهان يبين هذه المتشابهات، وأن هذا الذي يظن بأنه جائز لأنه يدخل في عموم دليل كذا وكذا إلى آخره أنه ليس كذلك. فإذا نحتاج إلى علم مدقق. فإذا لا بد من تحصيل علم ثم من نية حسنة. أسأل الله برحمة أن يرزقني وإياكم الأمرين إنه الكريم. نعم. ثم قال فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، أي يشبه الرد على هؤلاء المخالفين.